إثر مقتل صبي مراهق برصاص الشرطة في باريس، اندلعت أعمال شغب لليلة الثانية على التوالي في فرنسا ردا على مقتل المراهق نائل أثناء قيادته وتجاوزه لنقطة تفتيش مرورية في ضاحية غربي باريس. وقامت السلطات بنشر الآلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة. وكان نائل البالغ من العمر 17 سنة يقود سيارة مستأجرة في وقت باكر يوم الثلاثاء عندما أوقفه الشرطيان الفرنسيان بعد تجاوزه نقطة التفتيش، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه. كما أظهر ذلك مقطع فيديو ظهر على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه صادم جدا. في حين عبر محامي أسرة القتيل للإعلام أنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، حيث أن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة. واتهمت أسرة القتيل تهمت الشرطة بالكذب لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة، وأن ذلك هو ما لم يتم حقيقة على أرض الواقع كما تقول أسرة القتيل. في حين أصدرت الوزارة الخارجية الجزائرية بيانا تعبر فيه عن صدمتها بعد مقتل الفتى نائل بشكل وحشي ومأساوي برصاص أحد عناصر الشرطة الفرنسية، مشيرة من تم ضمنيا إلى أنه أحد مواطنيها. في هذا السياق قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: علمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة. وأضاف البيان بأن وزارة الشؤون الخارجية على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنوها في بلد الاستقبال الذي يقيمون به. ولم يسبق أن تمت الإشارة حتى الآن رسميا إلى أن الفتى نائل البالغ من العمر 17 عاما هو مواطن جزائري أو أنه ينحدر من أصول جزائرية. وختم بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها الوطنية في أوقات الشدائد والمحن. وقتل الشاب نائل في منطقة نانتير بضواحي غربي باريس بعد إطلاق النار عليه من قبل شرطي من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة الفرنسية الواقعة بأن الفتى كان يقود السيارة بسرعة كبيرة في ممر الحافلات رافضا التوقف عند الإشارة الحمراء بحسب المدعي العام. ويومها الخميس وجهت النيابة تهمة القتل العمد للشرطي الذي أطلق النار مع وضعه قيد التوقيف الاحتياطي، معتبرة أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق. وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره غداة مقتل الفتى، فيما دعت الحكومة إلى الهدوء بعد ليلة من التوتر في ضواحي باريس لا زالت مستمرة إلى الآن. إن أعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك واتركوا تعليق
عن رأيكم في هذه القضية. هل ترونها مجرد حادثة عادية لشخص خارق القانون، أم أنها حادثة عنصرية لكون الشاب من أصول عربية؟ شكرا لكم.